شخصية اختلف حولها الناس، فمنهم من رأى أنه رجل قائد عظيم من قادات الإسلام، ومنهم من رأى أنه رجل خذل دولة الإسلام في الفتنة. التاريخ لا يأخذ بالعواطف ولا يقر بها، بل يأخذ بالوقائع والثوابت التاريخية. وواحد من أبرز رجال السياسة في الإسلام، كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ولد معاوية رضي الله عنه في مكة في بيت من بيوت سادات قريش، أبو سفيان حرب ابن أمية، وأمه هند بنت عتبة. معاوية رضي الله عنه أسلم سرا دون أن يشعر به أحد، أسلم قبل الفتح، وبعد الفتح أسلم أبو سفيان وزوجته هند والدي معاوية رضي الله عنه. واختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاوية رضي الله عنه لكي يكون كاتب الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو له ويقول: اللهم علم معاوية الحساب وقه العذاب. بل ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. فقد كان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد شارك في غزوة حنين وغزوة تبوك وغزوة العسرة أيضا. شارك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، وشارك في غزوة اليرموك. وولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاوية على الشام بعد أن شارك في فتحها. ولما توفي عمر أيضا ثبته عثمان بن عفان رضي الله عنه على الشام، وفتح معاوية قبرص وكذلك قيصارية، وبنى جيشا عرمرما يقاتل في سبيل الله، وهو صاحب أول أسطول بحري يقاتل في سبيل الله. وكان هذا الأسطول سببا مهما جدا في هزيمة الروم، فقد أذل الروم أشد إذلال. طالب معاوية رضي الله عنه بالقصاص من قتلة عثمان، وكان يرى أن الأولوية هي إقامة العدل بقتل القتلة ثم مبايعة علي بن أبي طالب على الخلافة، وذلك حتى لا تكون سنة في كل خليفة يتولى أمور المسلمين فيخرج عليه بعض الناس ويقتلونه. كان علي بن أبي طالب بعد بيعة الناس له يرى أن تستقر الدولة وتهدأ تلك الفورة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقيم القصاص على قتلة عثمان. فعلي بن أبي طالب أصلا بريء من القتلة، ولكنه لا يعرف أعيانهم، وبعضهم كانوا من رؤساء القبائل، فكانت ستكون حرب أهلية طاحنة، اختلاف سياسي ولم يختلف في الدين، حيث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتهم معاوية بالكفر أو بالنفاق أو بالزندقة أو هذه الأمور، وكذلك معاوية لم يلعن علي بن أبي طالب ولم يتهمه بالكفر أو بالنفاق أو بالشرك. لكن هذه الفتنة التي تسبب فيها بعض المنافقين الذين يريدون أن يرون المسلمين في شتات، ووقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية معركة صفين حتى رفعوا المصاحف، وكانت قضية التحكيم، وتم الصلح بين معاوية وبين علي بن أبي طالب على أن يكون معاوية على الشام كما هو، وعلي بن أبي طالب خليفة على الناس. تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة سنة 41 من الهجرة إلى سنة 60 من الهجرة، وأمر أمة الإسلام على قلب رجل واحد وعلى أمر واحد، يقاتلون في سبيل الله، ولا تجرؤ الروم ولا فارس أن تتعدى على المسلمين، بل أن معاوية رضي الله عنه ظل يقاتل الروم ويغزو الروم فأذلهم أشد الإذلال، كان يغزوهم مرة في الصيف ومرة في الشتاء. وهكذا بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن معاوية من المغفور له، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر، قال: قد
قد أوجبوا أي وجبت له الجنة كما فسره بعض أهل العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عندما سئل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقال معاوية أفضل. لا نقيس أحدا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية ليس ملاكا، وإنما رجل يخطئ ويصيب كباقي البشر، ولكنه اجتهد، ربما أخطأ ربما أصاب، فالمجتهد له أجر إن أخطأ وله أجرين إذا أصاب. وموقف أهل السنة من معاوية رضي الله عنه أنه كان رجلا صحابيا جليلا له قدره ومنزلته، شارك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوات وكذلك مع الخلفاء، وكان رجلا حازما زكيا فطنا قويا جلدا، فرضي الله عن الإمام معاوية. وأما تسليم الخلافة لابنه يزيد كما سنتعرف على ذلك في اللقاء القادم، وإنما كان لوجهة نظر حتى لا تتفكك هذه الأمة وتظل كلمة المسلمين واحدة، فلأجل ذلك رشح يزيد أن يكون خليفة على الناس وسلمه أمر المسلمين. وهناك من الصحابة من قبل هذا وهناك من لم يقبل هذا. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.